لازم الكلوب تربح، ولو شباب القيروان تلعب على المنطقة، الكلوب ثاني تلعب على الشامبيونات. فما كاين 3 بوان كاو، والبقية الأطراح الكل اللي لازم يربح، يا تربح يا تربح. اليوم القروان ما زلت لنا سليمان وسطات، بعد تروح الدربيه هذاك ما دام قالها سي فوزي، قالها ما دام قعدت معاكم لتوا عنده علاش ما يقعدش فوزي بالزرت هكاك. ان شاء الله ربي يسهل وتسند فريق البطوله، ما نشوف نادي افريقي في حله جديده. احنا معنا حتى شويه اخر كان نربحوا ونجيبوا 3 بوان نتاعنا باش نكملوا الباركور نتاعنا ان شاء الله، وان شاء الله متصلين. شكون يماركي اليوم؟ فراس شواط، فراس شواط، فراس شواط. هو لقاء الإصرار على الانتصار بين الإفريقي شبيبة القيروان، الأول للمحافظة على الصدارة، الثاني للخروج من وضعية متأخرة في الترتيب ورفض الخسارة. فقط 10 دقائق لعب، كرة من أسامة بوقرة للسيلي، التوزيع حمزة الخضراوي بالراس على موعد مع الشبكة، يفتتح النتيجة بهدف في وقت مبكر، هو الثاني للخضراوي في 23 مقابلة في البطولة. هدف أفسد الخطة اللي حب يتوخاها البلجيكي لوك إيمايل. الإفريقي ما ترجعش، واصل الضغط، أسامة الشريمي لا يستغل الفرصة رغم وضعيته السانحة لإضافة الهدف الثاني. الإفريقي زاد أيضا في سرعته بتوخي اللعب المباشر، في 3 لمسات كاد يصعب مهمة منافسه بعد توزيعه من أيمن الحرز. فراس شوات وبعد هفوة من محمد أمين لكحل يراوغ يسدد، كورته كانت ضعيفة. جي اس كاو بعد نصف ساعة لعب يخرج من مناطقه الدفاعية، يتحصل على مخالفة. في التنفيذ وبكرة قوية من مجاهد الفتناسي، الحارس مهيب الشامخ يقظ بصعوبة يحول الكرة للركنية. أبناء فوزي البنزرتي يرجعوا من جديد للهجوم، الحارزي من اليمين يوزع، شوات بالراس، أسامة السيلي عطاير يسدد كرة قوية جانبية للمرمى. الشبيبة تواصل قبول اللعب، دفاعها أصبح يمر بفترات صعيبة. حمزة الخضراوي يراوغ يمرر إلى أسامة الشريمي، وفرصة تهديف أخرى تضيع على الإفريقي، النتيجة تبقى 1-0. في ال 45 دقيقة الثانية مدرب جي اس كا لعب ورقتي محمد ريان الحمروني وجيسلان رمضاني بحثا على العودة في النتيجة. الحمروني أعطاه حركية لهجوم شبيبة القيروان دون جديد، لكن الاندفاع أكثر ومن الجهتين. المقابلة ما تبقى فيها إلا 8 دقائق في وقت القانوني، عمل فردي كبير، إصرار من حمزة الخضراوي يراوغ يعطي أسيس لشوات خليه وجه لوجه مع الشبكة بسهولة. شوات يضيف الهدف الثاني لفريقه، يصبح في رصيده 14 هدف وفي أعلى ترتيب الهدافين. الممرن فوزي بنزرتي يعطي بعض الدقائق لكونتي وقديدة يعوضوا الشريمي وشوات. الإفريقي بحث على هدف ثالث قبل ما توفى المقابلة على انتصار يخلي الإفريقي ينفرد بالصدارة. توفى أيضا على روح رياضية كبيرة بين الفرق الاثنين، وبفرحة أكبر من جماهير الإفريقي مع لاعبيه، خاصة وأن فريقهم عمل 19 مقابلة دون هزيمة، أصبح في مرتبة تخلي حظوظه كبيرة لإمكانية التتويج على شرط عدم التعثر في بقية الجولات المتبقية. مكسب باهي كانتصار، مكسب باهي كتأكيد للسلسلة الإيجابية اللي قاعدين نمروا بها في الفترة الأخيرة على مستوى البطولة. 19 مباراة الحمد لله، اليوم النادي الإفريقي ما يعرفش الهزيمة، إن شاء الله نواصلوا على المنوال هذايا، وكما قلت لك يلزم برشا هدوء وتركيز في المرحلة المقبلة. نشكر ملاعبيتي اللي قاتلوا لاخر نفس، لعبنا مباراة دفاعية وهذا السبب اللي خلانا ما نقبلوش برشا بونتوات، ورغم هذا خلقنا فرصتين 3. مباشرة نمشي معاك سمير فراس في المباراة، شنو اللي رجح كفة النادي الافريقي في المباراة اللي كان مطالب فيها بالانتصار مثله مثل شبيبة القيرواني؟ صحيح، ماتش قبل بداية اللقاء ما كانش سهل، لأنه النادي الافريقي في حاجة إلى الانتصار. احنا توا في الخط السوي تقريبا، ومنافسة كبيرة ياسر بين الترجي وبين النادي الافريقي على مستوى البطولة والنقاط. النادي الافريقي
كان في حاجة إلى الانتصار في الماتش هذايا. النادي الإفريقي لعب ماتش ذكي، نعتبره ماتش ذكي. علاش ذكي؟ لأنه سير الماتش بطريقة ممتازة جدا. بدأ 30 دقيقة أولى بضغط عالي كبير برشا، تجسم في هدف ولكن تجسم في عدد كبير من الفرص. نمشيو للقطة الأولى. النادي الإفريقي دائما ما يكون في وضعية هجومية، بن عبده ياخذ الكرة يلوج في الميليو تيران، الكرة تدور مليح بين الملاعبية الكل، تمركز صحيح على الخط من اليمين واليسار، ثم هنا نبداو نتكلموا على تغيير النسق. القروان بطريقة دفاعية تقريبا 8 لاعبين في المنطقة الخلفية متاعهم، تضييق المساحات، لكن رغم هذا فإنه النادي الإفريقي عرف يفك الشفرة هذه باعتماد التمريرات السريعة، ولكن خاصة التحركات في المناطق الفارغة وخلق المساحات. وهنا النادي الإفريقي نجح نجاحا كبيرا في الكولوار متاعو على اليمين وعلى اليسار، والنادي الإفريقي ما كانش متسرع في الماتش هذايا من بداية اللقاء إلى نهاية اللقاء. نكملوا اللقطة ونشوفوا تمركز اللاعبين، تبادل الأدوار، خاصة شوفوا الكرة كي تمشي بسهولة خلف المدافعين ثم التوزيعة. لهنا نتكلموا على اللاعب رقم 1 لاريير دروا نتاع النادي الافريقي، زعلوني غايد. شوف تمركز نتاعو وين، لعب تقريبا كلاعب وسط ميطان كامله، ياخذ الحرزي على اليمين، ياخذ الخضراوي، ولكن هو كلاعب حر. هنا كمهاجم هز معاه 4 لاعبين، الخضراوي بذكاء ثم شواط كان موجود حر، وبالتالي هدف كان ممتاز جدا، واضح نتاج لعملية تدريبية واضحة جدا. أكثر من هذا النادي الإفريقي على مستوى الضغط، القروال هنا في اللقطة دي حاولت أنها تضغط على النادي الإفريقي في المناطق متاعها. لهنا الكرة هنا شوفوا القروال يحاول يضغط عالي، لهنا الكرة تخرج بذكاء برودة أعصاب. والنادي الافريقي اللي يتكلموا انه يلعب الكرات الطويله طويله، لا، النادي الافريقي يلعب بطريقه تحت الضغط، ولكن شوفوا المساحات الفارغه، لانه الجي اس كا شبيبه القيروان حاولوا تضغط بطبيعه الحال، المساحات كانت موجوده. وهنا باش نرجعوا للمساحات الفارغه، تخرج الكره، زعلوني يعاود يرجع، الكره تخرج بن عبده لهنا كلاعب حر كان ينجم يلعب على اليسار ويرتاح، لكن يختار انه بتمريره يحرق نقولوا ليليني وياخذ الكرة في الميليو تيران، وكانت تمريرة ممتازة جدا. نشوفوا تمريرة أولى من الشريفي بن عبده، الثانية تمريرة في الميليو تيران، ثم نفس الشيء لعب في المساحات ديريكتومون، لعب كان مباشر في مساحات اللي خلاها شبيبة القيروان وتكون منها فرصة ممتازة جدا. كان ضغط للقروان في لحظة ب3 تمريرات ولات فرصة للنادي الإفريقي. يعني نجيو لهدف نتاع شوات، تراكم نتاع أخطاء، كرة في تماس ما كانتش مخطرة بالكل، التفوق العددي تقريبا نشوفوا لهنا القروان 9 لاعبين موجودين في المنطقة من تماس عند غيث، ولكن التمركز كان غلط. وهنا نتسائلوا على تمركز لاعبين. شوفوا لهنا قداش من لاعب على شواط، 3 لاعبين في محاصرة شواط، الرابع على التغطية، الخامس في الميليو، ولكن من كرة لهنا نتكلموا نادر على الإمكانيات الفردية للاعبين. تنقولوا علاش الإمكانيات الفردية للخضراوي خاصة. نكملوا الصورة، تمشي الكرة، شوفوا هنا في الواحد ضد واحد يتعدى، وهنا نتكلموا على الإضافات الفردية. وشوف شوال شنو العمل، خلى ال4 المدافعين يعمل دومي سيركل، يطلب الكرة في منطقة ظهر المدافعين ويسجل هدف. الكثافة العددية صحيح باهية، ولكن لابد أنها تكون فيها ذكاء وتمركز وقراءة اللعب اللي النادي الإفريقي تفوق في الناحية هذه. أنا نعتبر أنه الزوز مدربين سيروا الماتش كما يجب. علاش؟ لأنه فوزي البنزرتي اختار يضغط في 30 دقيقة وثمان عن نتيجة، أنا 0 في الدوزيام ميتون، طيح في الريتم، أمن الدفاع متاعه، ثم قعد يسير في الماتش بشوية إلى دقيقة 82 سجل الهدف الثاني 8 على الماتش بدون مجهود كبير. علاش؟ لأنه يعرف أنه عنده مباريات أخرى جاية والرزنامة مضغوطة. أكثر من هذا يريح بعض اللاعبين، يعطي فرصة لكونتي، قديدة، مسماري وغيره. لكن كذلك القروان فهم مدرب الشبيبة أنه الماتش اليوم خسارة، وبالتالي اختار أنه يلعب الدوزيام ميتون بدون مجهود كبير ويأمن
المجهود هذايا للماتش اللي جاي، لأنه اليوم النادي الإفريقي كان أفضل على كل الواجهات. يعطيك الصحة سمير. نبيل، 19 مباراة دون هزيمة للنادي الإفريقي، حقق خلالها 45 نقطة، سلسلة ما عرفهاش الفريق منذ موسم 2008 2009، ولأول مرة النادي الإفريقي في الموسم هذا يلقى روحه في الصدارة بعد جولة مكتملة، بعد جولة كاملة. صحيح النادي الإفريقي اليوم إضافة للقراءة اللي عملها سمير، نحب نقول أن النادي الإفريقي اليوم حقق برشا نتائج في مباراة اليوم، برشا أهداف تحققت في لقاء اليوم. أولا استرجع الصدارة أو افتكها لأول مرة في الموسم بانفراد على الترجي اللي كان شريكه في المركز الأول. انتصار النادي الإفريقي اليوم 19 اختم به سلسلة بتاع 19 مباراة دون هزيمة، 15 كلين شيت، قابل 8 أهداف فقط في الموسم لحد الآن، يعني فما صلابة دفاعية وهجومية. يضاف إلى ذلك وأن النادي الإفريقي تمكن كذلك من تدوير الإفكتيف، لأنه فوزي البزرتي عمل 5 تغييرات، أفضل دفاع وثاني أفضل هجوم، وثاني أفضل خط هجوم. شفنا اليوم وأنه النادي الإفريقي لأول مرة في الموسم يلعب زمزم على بنك الاحتياط، ما يبداش المباراة منذ البداية، واللي هو كابتن بتاع الفريق. شفنا وأنه الشريمي يلعب منذ البداية، سيدو خان لعب أساسي في المباراة. شفنا أن النادي الإفريقي قاعد يبحث على بدائل، لأنه يعرف وأنه دخل المنع رجل حاسم في الموسم، وتوا كل مباراة بدمها، كل نقطة وأهميتها بالنسبة للفوزي البنزرتي، يعرف أنه باش ندخلوا في ريتم نتاع توا الفيراج الأخير نتاع البطولة. حاجة أخرى اللي يعجبني اليوم في النادي الإفريقي، أو ما يلاحظ، يعجبني أنا ما يعجبنيش، ما يلاحظ في لعب النادي الإفريقي اليوم، فما فليكسيبيليتي تكتيك مهمة برشا في أداء النادي الإفريقي اليوم، وفما كذلك تعادل على مستوى الأطراف. في العادة فما فرق تلعب بطرف واحد، طائرة تطير بجناح واحد، ساعات نلقاو اللعب كله أكسي على الجهة اليمنى، وتلقى الجهة اليسرى راقدة والا تلعب على ترانزيسيون. اليوم في النادي الافريقي البير او الثنائي الديويل نتاع الجهه اليمين زعلوني خضراوي ادى بنفس الاداء كيما سهيلي بوغير في الشوط الاول. شفنا الفرص تجي من الرواق الايمن كيما تجي من الرواق الايسر. شفنا النادي الافريقي ناجع على الاطراف بنفس الطريقه تقريبا. شفنا كذلك وانه في اللاكس الكره كيف تخرج تتعدى على الانيماسيون، في موجود سيدو خان، في موجود كذلك الحرزي. فما النادي الافريقي قاعد ينوع في اللعب، لانه انا في المباريات الماضيه قلت وانه احيانا لعب النادي الافريقي فوكاليزي على الشواط ونطوروا في الكره على الشواط في محور دفاع الفريق المنافس. كلمه على الشبيبه يا نبيل. حاجه اخرى باش نقول، سامحني برك نكمل النقطه هذه، نقول وقت اللي تسجلوا الاهداف تقريبا بنفس الطريقه، هذا ياكد لك وانه هذه خدمه قاعد تعمل في التمارين، وانه فما فكر نتاع مدرب وفما شيما تكتيك قاعد يطبق على ارضيه الميدان، وهذا ما خلى النادي الافريقي لحد الان في مستوى جيد جدا. بالنسبه للشبيبه، الشبيبه الرياضيه القيروانيه تعرف او يعرف مدربها ايمايل وانه منافسه المباشر مش النادي الافريقي، منافسه الانديه اللي تلعب معاه على تفادي النزول. تحس هذا من فكر المدرب ومن الخطه والتشكيله اللي هبط به. هذاك علاش بدا المباراه بدون حمروني احد افضل لاعبيه، بدون زيري وبدون رمضان، اللي خلاهم في الشوط الثاني نزلهم في النصف الثاني من المباراه. يعرف وانه ما ينجمش يربح النادي الافريقي في رادس، ولو انه الكره ما فيها شيء مستحيل، لكن انا سمعت الديكلاراسيون نتاعو بعد المباراه، قال المباراه هذه ماهيش نتاعي انا راني نخمم في المباريات القادمه مع الانديه اللي تلعب على تفادي النزول. يعني مدرب واقعي منطقي، قال وانه ملي جيت شبيبه القيروان ما عادش فما هزيمه عريضه، ما عادش نخسر 1 3 و4 مع الفرق الكبرى. والدليل وانه هو خرج فرحان وقت اللي هزم 2-0، يحس وانه الفريق عمل بريستاسيون باهيه وانه النتيجه كانت عادله. واضح. يوسف تفضل. 4 لقطات عندنا في المقابله هذه. اللقطه الاولى نشوف هنا هجوم للنادي الافريقي، توزيع داخل منطقه الجزاء على مستوى قائم الثاني، والتحام بين المدافع والمهاجم. شوفوا من عده زوايا لم يكن هناك اي مخالفه من لاعب المدافع، فماش حركه واضحه يعني بالايدي ودفع او مسك او جذب، وبالتالي حسن فعال نشوفه من الزوايا الكل. وبالتالي كان قرار الحكم اشرف الحركاتي وامين بقاير في الفار كان قرار سليم بترك اللاعب يستمر. لقطه موليه ركنيه للنادي الافريقي وسقوط لاعب. ثم شوفوا سقوط لاعب شبيبه القيروان اولا اللي دفعوا لاعب النادي الافريقي، وبالتالي
كان قرار الحكم بمخالفه ضد لاعب النادي الافريقي الثاني اللي كان في منطقه 5 متر و50. شوفوا اللاعب هذاك هو من دفع اللاعب منعه باش ينافس على الكره، وبالتالي بقطع النظر عن اللاعب النادي الافريقي اللي سقط حاليا ولا الالتحام كان مسبوق بمخالفه ضد مهاجم النادي الافريقي، وبالتالي كان قرار سليم باعلان مخالفه لصالح دفاع شبيبه القرويين. لا وجود هنا مخالفه ضربه جزاء بدون من غير ما نتمنى نواصلوا للمرحله المواليه ونشوفوا القرار الفني، وبالتالي قرار سليم باعلان عن مخالفه ضد مهاجم النادي الافريقي. اللقطه المواليه شوفوا هنا هجوم النادي الافريقي وامكانيه التسلل ام لا، نشوفوا واصل اللاعب ثم امكانيه ضرب جزاء ام لا وسقوط المهاجم كيف نشوفوا هنا يعني واعلان عن تسلل من المساعد الثاني. نشوفوا اول الهجمه، بالتالي نشوفوا هنا التسلل موجود، وبالتالي كان قرار سليم بتطبيق البروتوكول. قاطع النظر عن القرار الفني هنا من وجود ضربه جزاء ام لا، كان مسبوق بتسلل، وبالتالي كان قرار سليم باعلان عن تسلل. اللقطه المواليه هنا تدخل من لاعب النادي الافريقي على لاعب شبيبه القرويين. شوفوا هنا في السيري عن المخالفه فقط بدون اي يعني قرار تأديبي. شوفوا باسفل الرجل على وجه الرجل بالمسامير الحذاء في منطقه محميه، وبالتالي شوفوا كلا اللاعبين قام بجذب الرجل، وبالتالي هنا اقصى درجه التهور، وبالتالي كان على الحكم اسناد انذار اللاعب النادي الافريقي في هذه الحاله فقط. هذه اللقطه الاخيره في المقابله. واضح، يعطيك صحة يوسف. شو توا مباراة